7 حاجات لصباح رايق وجميل. 1. حدد هدفك. تحدد انت صاحي بدري ليه. تلعب رياضة، تقرا، ترسم، تصلي، مش صحيان بدري وخلاص. هو 2. ما تخليش حاجة تعطلك. اكتب اي حاجة ممكن تعطل الحاجة اللي انت صاحي تعملها الصبح دي، وحلها من قبل ما تنام. يعني لو رايح الجيم الصبح حضر لبس الجيم من بالليل، وهكذا. 3. حدد الوقت اللي انت محتاجه علشان تعمل كل حاجة في يوم، وساعتها هتبقى عارف انت محتاج تصحى امتى. 4. حدد العادات اللي بتناسب اهدافك. يعني لو انت رايح الجيم الصبح خلي عندك عادة ان انت تفطر فطار صحي. لو هدفك انك تصحى بدري عشان تستمتع كده وتروق، يبقى ما تبصش على ايميلز الشغل الصبح، ولا حتى تقعد تقرا اخبار على السوشيال ميديا. رقم 5. خطة اليوم. في بداية كل يوم اكتب ايه هتعمله على مدار اليوم، ده هيساعدك تخلص كل اللي وراك وهتحس بشعور الانجاز وتنهي يومك وانت مبسوط. 6. تسلسل العادات. يعني مثلا لو ما بتلعبش رياضة خالص ما ينفعش تبدأ فجأة كده، ابدأ بربع ساعة وزود ربع تاني يوم، وهكذا علشان تعرف تكمل وتبقى عادة بجد. 7. اختار أنشطة بتحبها. يعني خلي الروتين بتاع الصبح بتاعك كله حاجات بتحبها، ما تبقاش بتعملها علشان هو ده الصح. الأهم من إنه يبقى صح إنك أنت تبقى مبسوط. الكلام ده من كتاب صباح استثنائي كل يوم. صباحكم جميل.